امبارح كنت قاعدة بقلب في الفيسبوك وبكلم صحابي، بس للأسف رصيدي خلص، فطلبت من أخويا الغبي ينزل يشتري لي كارت شحن، ويا ريتني ما طلبت، لأنه قام لبس ونزل يروح الكشك الوحيد في شارعنا، وشوية كده ولقيته بيتصل بيا وبيقول لي أنا رحت الكشك بس ما لقيتش عنده غير كارت واحد والشبكة واقعة دلوقتي. قلت له أمري لله، هات الكارت واطلع. قال لي لا، ما أنا شحنته عشان أعرف أكلمك وأقول لك إن مفيش غير كارت واحد بس. قلت له طيب أنت بتكلمني دلوقتي ليه؟ بتغيظني صح؟ قال لي لا، أنا بسألك لو أجيب لك اندومي معايا. حرفيا كان هيجي لي جلطة ساعتها أقسم بالله. تاني موقف، بس عيب تشوف اسم سيدنا محمد وما تعملش لايك ولا حتى تصلي عليه في التعليقات. واحد بيقول أنا بعد ما اتجوزت أبويا اداني نصيحة جامدة جدا اكتشفت فعلا إني محتاجها. قال لي لما مراتك تصلي وتخلص صلاة اوعى تقول لها تقبل الله، ابقى قول لها حرما أحسن، عشان انت ما تعرفش هي كانت بتدعي بإيه أو على مين. وبصراحة بعد أول سنة جواز اكتشفت فعلا إن أبويا معاه حق. الله يمسيك بالخير يا أبويا، كنت بتفهم.